بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. النهاردة إن شاء الله مباراة الأهلي والإسماعيلي إن شاء الله الساعة 7، أولى الأربع مباريات المؤجلة اللي الأهلي هيلعبهم قبل ما يخش في معمعة مباراتي نهائي أفريقيا مع نادي الترجي التونسي. هيلاعب إن شاء الله النهاردة الإسماعيلي، وبعدين هيلاعب الجونة، ثم الاتحاد السكندري وبلدية المحلة هتكون آخر مباراة قبل مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي اللي هتكون في رادس إن شاء الله في تونس. ومباراة العودة هتكون يوم 25 في شهر 5 في استاد القاهرة إن شاء الله تعالى. بالتوفيق إن شاء الله لاعبي وجهاز الفني للنادي الأهلي. عندنا النهاردة مشكلتين هنتكلم عليهم. المشكلة الأولى اللي هي عقوبة الشيبي من لجنة الانضباط، بعد ما لجنة الانضباط استدعت الشيبي وحسين الشحات، واستمعت للاعب ده والمحامي بتاعه، واستمعت للاعب ده والمحامي بتاعه. امبارح سعد شلبي مدير عام النادي الأهلي عمل مداخلة في أحد البرامج، وقال كلام واضح وصريح جدا. قال ما تفتكروش ان الأهلي سكوته معناه ضعف، الأهلي بينتظر نهاية الجهة المنوط بها تطبيق القانون. وقال اللوائح واضحة جدا جدا في هذا الشأن. اللاعب اللي بيلجأ للقضاء المدني بياخد إيقاف عدد معين من المباريات يصل ل 12 مباراة بنص اللائحة، بياخد غرامة، والنادي كمان بتاعه بياخد غرامة، وبيجبر ان هو يسحب الشكوى. بعد كده ما سحبهاش بيكون في تصعيد تغليظ للعقوبة اللي هو إيقاف نهائي لحد ما يتم بحث الأمر. الأهلي ملتزم بتطبيق اللوائح تماما، وقال إن مفيش أي تنازل عن تطبيق اللائحة أو القانون في الوضع ده، وقال إن هو بعد كده في انتظار ما سيحدث، وبعدين يبدأ خطواته بناء على العقوبة اللي هتطلع لو كانت مخالفة للائحة. تمام. وفي موقف صارم جدا الأهلي هياخده في هذا الموضوع. أنا قلت لكم في الأول خالص زمان الموضوع هيطلع على ما فيش، وهو كمان اللي هيطلب الصلح، بدليل ان سعد شلبي مدير عام النادي الاهلي قال ان الاهلي لا يسعى ابدا للصلح ولا الطرق الوديه الا بعد تطبيق اللائحه والقانون، وكل من اخطا ياخد عقابه. بالنسبه للكابتن شوبير اللي بيقول حسين الشحات مفروض يعمل اعتذار تاني، والكلام ده فيه اهانه كبيره جدا جدا وطريقه معينه للبحث عن الترند. حسين الشحات اعتذر اكتر من مره، انا مش معاه ابدا ابدا في موضوع الاعتذار. اللاعب كان تقبل الاعتذار اللي هو محمد الشيبي، والامور كانت بدات تنتهي وخلاص، واللاعبين تعانقوا، وهو قال وطلع قال انا تقبلت اعتذاره، هو اعتذار. بعد كده في اطراف اوليا تانية دخلت زقت في الموضوع وسخنت الموضوع. فانا بقول لك من دلوقتي انتظر ان لجنه انضباط هتطلع عقوبه على محمد الشيبي، وبعد كده بيراميدز هيبدأ يعمل شوية دوشة شوية في الآخر، لكن العقوبة دي مثبوتة باللائحة ولازم يتم تطبيقها. المشكلة التانية بقى اللي عندنا النهاردة اللي هي هتكون بين الأهلي وحسام حسن، لأن حسام حسن طبعا عايز تجمع قبل الموعد الرسمي للتوقف الدولي اللي هو هيتم فيه التجمع الدولي، والأهلي متمسك بتطبيق القانون أو في المواعيد الرسمية، لأن الأهلي محتاج لعيبته. كابتن حسام حسن عايز بدري قبل الموعد التوقف الرسمي بأسبوع، وكولر النهاردة أعلن رفضه التام للنهائي للكلام ده، وهتسمع الكلام ده من محمد شبانة بنفسه. فكولر متمسك بلاعيبته. أول شيء إن الأهلي هو المتضرر الأكبر من إن أنت تاخد اللعيبة في فترة التجمع بدري. ليه؟ لان الاهلي طبعا اكبر نادي مساهم في المنتخب الوطني اللي لعبته اكتر عدد من اللعيبه، فلما يقول لك الاهلي معترض، الاهلي هو الوحيد المتضرر. فانت ليك مواعيد رسميه تعمل فيها فتره التجمع وطبقا لفتره التوقف الدولي الاهلي ملتزم بيها. ما تجيش انت بقى قبلها عشان فرق مع كل الاحترام الفرق اللي معانا مش قويه ولا مباريات قويه، عشان تقدر زياده ميعاد زياده تاخد اللعيبه زياده تحرم النادي منهم مجهوداتهم، تمثل ضغط على اللعيبه. الاهلي هو اكبر فريق مساهم في المنتخب الوطني، فالاهلي هو المتضرر الاول من الموضوع ده. طيب مع احترامنا طبعا الكابتن حسام حسن، ان كنت عايز تعمل نتائج، وان انا طبعا مش منتظرها خالص خالص منه، لان انا في وجهة نظري ولا زلت وبقولها انا مصر عليها، حسام حسن لا يصلح لتدريب منتخب مصر.
تعالوا نسمع بس محمد شبانة ونرجع مع بعض تاني. خش يا معلم، لانه احنا داخلين في حدوته. خش يا معلم لانه احنا داخلين في حدوته بين الاهلي والمنتخب. امبارح قلت لكم المهندس عادل القيعي لمح وقال وعاد وبتاع، بدأ يتردد كلام ان مارسيل كولر نفسه رافض يدي لعيبه الاهلي للمنتخب قبل ميعاد الايقاف الدولي الرسمي اللي هو 3 يونيو. الحاج عامر قال لنا لا، ده المنتخب هيبتدي معسكره 27 مايو. يعني من بدري اهو بنقول اهو ان كولر بيقول لهم لا، انا مش هودي لعيبتي بدري. الاهلي بيحاول يشوف القصه دي تتعمل ازاي، يحلها ازاي، بس في الكواليس كولر بيقول لك انا اتفقت مع الراجل بتاع المنتخب، يقصد الكابتن حسام حسن طبعا المدير الفني، اتفاقات الماتش اللي فات. وهو الراجل كان عنده بطوله وديه وعنده ماتشات وديه واخد اللعيبه من بدري قوي في المعسكر لو تفتكروا، بعد ماتش كاس مصر والكلام ده. ولغوا الاهلي كان عنده ماتش مع انبي اتلغى وعمل المعسكر بدري، والمنتخب لعب مع نيوزيلندا وكرواتيا، وقال لك انا كنت متفق اتفاقات لان عندي ماتشات رسميه مهمه، يعني مش بعمل اتفاقات علشان خاطر انا يعني بتفزلك، لا. لكن الراجل ما التزمش معايا بالكلام. الاهلي وقتها قفل، تعامل بمنتهى التقدير، يعني لا صعد ولا اتكلم ولا تصريح صادر حتى، وقفل الباب. والراجل استنى لعيبته وجات له 6 الصبح على الطياره. بالليل لعبت ماتش كرواتيا خلص الساعه 12 واحده، جوله 6 الصبح طلعوا على لو تفتكروا تنزانيا يوم الاربع. الجمعه كان بيلعب الماتش، يعني اقل من 48 ساعه. فالراجل بيقول لك لا، احنا يا باشا تحكمنا اللوائح، بما اننا يعني حصل اتكلمنا ودي وحاولنا نحل القصه دي ودي، ما الودي ما نفعش، مع نحترم ده يعني، مش متضايقين، بس كلنا بقى نشتغل في الرسمي. انت قلت لا انا لعبت معايا، وكابتن حسام قال كده قبل الماتش بتاع كرواتيا، قال لك انا لعبت، ما فيش حاجه اسمها اسيب لعيبه لحد، وما فيش وما فيش وما فيش وما فيش. وقتها حذرنا من التصريحات اللي زي دي، لانه ممكن كل حاجه تنتهي بالهدوء. تمام، زي ما سمعتوا كده الاهلي بعد ما ادى اللعيبه في المره اللي فاتت في معسكر نيوزيلندا والفريق الود ده، طبعا الكابتن حسام جاب اللعيبه قبل ماتش رسمي مهم ب 48 ساعه. اللعيبه كان عندها جهاد. دلوقتي لما بيطلع الاهلي بيعمل نتائج سيئه بيطلع يقول لك اصل المدرب مش عارف ايه، اصل اللعيبه مش عارف ايه، وده ما فيش مشكله، خلاص هو اللعيبه ادت وحش، بس برضه لازم نشوف الاسباب اللي قبل كده. تمام، لما يبقى الاهلي القوام الاساسي للمنتخب من النادي الاهلي 9 لعيبه 8 لعيبه من النادي الاهلي، وعايزين يلعبوا مع المنتخب وبيلعبوا بيقدموا مباريات رسميه مع النادي الاهلي، ومطالب ان احنا نحقق نتائج عاليه، طبعا ما ينفعش. فهو دلوقتي طلع بعدها بقى الكابتن حسام يقول لك اصل انا مش هسيب اللعيبه، انا ملتزم بالميعاد الرسمي. خلاص يا عم، واحنا دلوقتي كمان ملتزمين بالميعاد الرسمي. الاهلي احق بلعيبته في طالما عنده مباريات رسميه، وطالما في ميعاد الفيفا محددها للتجمع الرسمي، فاحنا الاهلي ملتزم بيه. وتاكدوا ان مفيش تهاون في النقطه دي جدا، لا مع حسام ولا مع غير حسام.